السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كيف كتشوفوا معايا وصفه جديده وطبق جديد. جبت لكم هاد الطبق ديال السمك بالخضر في الفرن اللي كيجي رائع بالتشرموله المغربيه، لذيذ بزاف وفي نفس الوقت صحي. نتمنى ان هاد الوصفه هذه ان شاء الله تعجبكم، كتجي رائعه بزاف. ندوزو المكونات اللي غادي نستعملو. هنا كيف كتشوفوا معايا كتاخدوا اي نوع كتفضلوا ديال السمك، اما سمك صغير او لا كبير. انا خديت واحد الحوته كبيره، يعني اي نوع كتفضلوا. غسلتها مزيان، درت ليها الحامض ودرت ليها خطوط بالسكين باش طيب. الخضر خديت 3 ديال البطاطات مع واحد 4 ديال الجزرات، درت ليهم نص طيبه، سلقتهم مع الماء والملحه. عندي 2 مطيشات كبار مقطعين، فلفل اخضر، قزبر ومعدنوس، ثومه وشرائح ديال الحامض. هادو هما الخضر اللي غادي نستعملو في هاد الطبق ديالنا. آه كيجي رائع لذيذ. اول حاجه غادي نديرها، غادي نقاد تشرموله، يعني التشرموله المغربيه. عندي هنايا 3 الفصوص ديال الثوم وقزبر ومعدنوس، تقريبا 3 ديال المعالق. غادي نجيب المهراز فاش غادي ندق ديك الثومه. كيف كتشوفوا غادي ندير 3 الفصوص ديال الثومه مع معلقه صغيره ديال الملح. ما غاديش نزيد الملح في، يعني هذه هي الملحه اللي غادي نكتفي بها في الحوت ديالي. اصلا الحوت غسلته مزيان وعصرت عليه الحامض، يعني ما غيحتاجش نديرو الملحه بزاف. صافي غادي نبدا ندق ديك الثومه مع الملحه، وغادي نزيد عليها قزبور ومعدنوس مقطعين. غادي ندقهم مزيان في المهراز، وغادي ندوزو باش نوجد شرموله للحوت ديالي. يعني انا غادي ندقها وغادي نرجع معكم باش نكملوا الوصفه ديالنا. هنا كيف كتشوفوا معايا، انا من بعد ما دقيت داك قزبر ومعدنوس مع الثومه والملحه، غادي نضيف العطريه اولا التبزيره اللي غادي نستعملو في التشرموله. هنايا عندي الكمون، تقريبا معلقه صغيره تكون عامره مزيان. غادي ندير الابزار نص معلقه، شويه ديال التحميره، يعني تقريبا نص معلقه صغيره تكون معمراش مزيان. نص معلقه صغيره ديال السكينجبير والخرقوم البلدي. هذه هي العطريه اللي غادي نستعمل. يعني غادي ندير واحد العسرة ديال الحامض، يعني قطيرات خفافين ديال الحامض، ما غاديش نكترو. صافي غادي نضيف واحد شويه ديال الماء، ما غاديش ندير الزيت في الاول. هنا شليت داك المهراز بديك الربيع، يعني بالماء. صافي غادي نحرك ديك التشرموله ديالي مزيان، وغادي نديرها الحوته هي الاولى غادي نشرملها. يعني نحاول انني ندخل ليها التشرموله مزيان كيف غتشوفوا معايا. كندخلوا ليها التشرموله مزيان، يعني ضروري الحوت كنغسلوه وكنقيوه مزيان من كاع داك الشوائب اللي كيكونوا فيه. صافي وكندخلوا له التشرموله بهذه الطريقه هذه.
يعني تقدروا ديروا الحوت صغير، حوت كبير، نتوما وشنو كتفضلوا اولا شنو موجود عندكم. صافي غادي نخلي هاد الحوته ديالي من بعد ما غادي نشرملها غنخليها على جنب، وغادي ندوز باش نوجدوا الخضره ديالنا. هنا غادي نجيب واحد المول اولا طاوة ديال الفران اولا لاطا صينية على حساب شنو كتدخلوا الفرن. اول حاجة غادي نديرها غادي نفرش ديك مطيشة اللي قطعت دوائر، غادي نفرشها هي الاولى، عاد غادي نحط عليها الحوت ديالي. يعني طبق بسيط صحي وفي نفس الوقت كيجي لذيذ بزاف. هكا غادي نحط عليه السمك اللي درت، وغادي نجيب الخضر غادي نبدا نستفها، كنحاول انني ندورها على الحوت. هنا غادي نبدا ناخد يعني كندير بطاطا مع الجزر مع الفلفل الاخضر، الى عندكم فلفل الوان تقدروا ديروها، يعني على حسب الخضر اللي كتعجبكم واللي متوفره في الدار. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى غادي نكمل الخضره ديالي على الطبق كامل بهذا الشكل هذا. طريقه سهله ما كتاخذش بزاف الوقت وبسيطه. يعني الخضره يعني خيزو والبطاطا يعني من الافضل اننا ندير لهم نص سلقه مع الملحه، هكذا ما كياخذوش وقت طويل في الطياب، يعني الحوت دغيا كيوجد. كيف كتشوفوا معايا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى غادي نكمل الخضره ديالي كلها على الحوت، غنبقى ندورها على الحوت حتى غادي نكمل كاع الخضره. صافي كيف كتشوفوا معايا البنات انا هنايا كملت الخضره ديالي على الحوت دورتهم. هنايا خديت واحد فلفل حار، اللي ما عنديش الهريسه خديتها درت قطعتها رقيقه مربعات صغارين ودرتها هكا فوق الخضر، كتبقى اختياريه، يعني اللي ما كيعجبوش الحار ما يضيفوش، كدا كيعطي حتى اللون ديك الخضر كنضيفو داك اللون الاحمر وحتى في المذاق. صافي هنا غادي نستف شرائح ديال الحامض بهذا الشكل هذا، وهنا غادي نضيف ديك التشرموله اللي بقات ليا، انا زدت ليها شويه ديال الزيت زيت الزيتون، يعني زيت البلديه ديالنا زيت العود، حيت في الاول فاش درت الحوت ما درتش الزيت ولكن من بعد ضفتها. غادي ندورها هكذا على الخضر. كاين اللي كيفضل انه يدوز ديك الخضره في التشرموله عاد كيديرها في الطاوه اللي غيدخل الفران، يعني انا كنفضل انني نضيفها هي الاخيره. صافي غادي ندير ديك التشرموله هكذا على ديك الخضره وداك الحوت ديالي، وغادي ندخلها للفران، غادي نغطيها
بألومنيوم وغادي ندخلها الفران حتى كتوجد، ونرجع معكم بالشكل النهائي ديال الطبق ديالي. ها هي الطاوه ديالي البنات من بعد ما خرجتها من الفران. حليت عليها وزدت ليها شي حبات ديال الزيتون الاحمر، يعني اي زيتون عندكم كديروه كيعطي واحد المذاق خاص للحوت، ضروري من الزيتون. نتمنى ان هذا الطبق هذا ينال اعجابكم ان شاء الله وتجربوه، كيجي رائع ولذيذ وفي نفس الوقت صحي وكيعجب العائله. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفه هذه تجربوها. خليتكم على خير وتهلاو ليا في ريوسكم. السلام عليكم.